راسه، ضربوه في راسه بحديد. وقع من على الموتوسيكل داخل وخبطينه في قلبه. دخل الجامع، دخلوا وراه كملوا عليه. لقاهم ان هم اول ما شافوه راحوا مطلعين السكاكين. جري راح فين؟ ما لقاش غير بيت ربنا. يقولوا احنا في بيت ربنا، احنا في بيت ربنا، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه. جوه المسجد على سجادة الصلاة وراحوا محارين. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. جريمة النهاردة حصلت في محافظة الدقهلية، مركز اسمه مركز منية النصر، قرية اسمها قرية ميت عاصم. ايه اللي حصل في قرية ميت عاصم؟ شاب اسمه محمد، دي صورته. محمد شاب زي الوردة، شاب جميل محترم شغال في السعودية، اسمه محمد وفا. محمد وفا عنده 36 سنة، مش متجوز. فهتقولي طب مش متجوز ليه؟ هقول لكم مش متجوز لأنه قاعد في السعودية 5 سنين ما بينزلش. 5 سنين يعني سافر عنده 31 سنة، رجع وهو عنده 36 سنة. محمد وفا بينه وبين جيرانه مشكلة على طرمبة مية. طرمبة مية، ما هي قرية، طرمبة مية. المهم لما قعد 5 سنين في السعودية، والدته وأهله: ارجع يا محمد، عايزين نفرح بيك، انت سنك 36 سنة وده سن كبير جدا، مش في وجه قبلي، حتى في وجه بحري. ما محافظة الدقهلية مش صعيد، لكن دي حاجات متعارف عليها. 36 سنة سن كبير جدا، فكان لازم يرجع عشان يتجوز. عمل قرشين حلوين ورجع علشان أمه وأهله مستنيين العروسة علشان يجي يخطبها، حاجزينها له. فمحمد نزل، محمد وفا نزل سلم على أمه وعلى بتاع، والعروسة هنخطبها لك يا ابني. قال لهم طيب في مشوار لازم أعمله في الأول مع جيراني، محمد وأمير. محمد ده عنده 37 سنة وأمير عنده 21 سنة. يا ابني ما خلاص ده مشكلة وعدت. قال لهم لا، أنا لازم أروح أعتذر لهم ونقعد مع بعضينا ونصالح واجيب حد من القرية، انا مش عايز يكون في خلافات. طرمبة مية ايه وجرف ايه يا سيدي، غرفة الموتور دي بتاعت المية ولا الطرمبة يكسرها خالص، مش عايزين خلافات بيننا وبين جيراننا. والله راجع من السعودية بين انه عمل عمرة وحج ومية مية وعايز يبدأ صفحة جديد. فبعت لأمير وبعت لمحمد: يا جماعة محمد وفا جه من السعودية. قالوا عارفين. طيب هو عايز يجي نتصالح مع بعضينا ونقرا الفاتحة والموضوع يخلص. محمد وأمير قالوا لا، مش هنتصالح يا جدعان، وإن جنحوا للسلم. قالوا لا احنا مش هنتصالح. هو مادد ايده بالصلح، مش هنتصالح يا جماعة. عيب كده، لو على طرمبة المية نهد الأوضة اللي معمول فيها الطرمبة، نشيل الطرمبة خالص. قالوا لا مش هنتصالح، حتى لو شالها مش هنتصالح. يا عم هو كان قتلكم قتيل، هو بينكم وبين بعضكم دم. قالوا كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. خدتهم العزة بالاسم، الكبارة. ممكن يكون غيرة من محمد وفا، قعد في السعودية 5 سنين، راجع معاه قرش، غيرة، حقد، الله أعلم. المهم محمد وفا كان في مشوار ولازم يعدي على الكوبري اللي بيدخل ميت عاصم. كوبري اي بلد على فكره في الارياف بتلقى دايما الطرع عليها كوبري في مدخل البلد، فاي واحد البلد ملهاش مدخل غير الكوبري. فلما تكون بتسال على حد ويقول لك بره البلد، بتستناه على الكوبري. ولادك في المدرسه اخروا، استناهم على الكوبري مدخل البلد. اي حد زي تحس انها محطه القطر، الكوبري ده اللي بيعدي على ميت عاصم لازم كله يعدي من عليه.
فمحمد وفا اللي جاي من السعوديه ده بيقول 5 سنين، ما لحقش يستريح، ما لحقش يفرح بعروسته، ما لحقش يروح يتقدم لها، ده لسه جاي بعد غربه 5 سنين. لقى هو بيعدي على الكوبري لقى امير ومحمد واقفين له. اول ما شافوا لقاهم ان هم اول ما شافوه راحوا مطلعين السكاكين. طبعا الشجاعه مش انك تتصدر لناس. اولا امير ومحمد، ده محمد عنده 37 سنه، يعني من سن تقريبا اكبر من محمد وفا بسنه، وامير 21 سنه، فانت بتتخانق مع 2 في صحه وشباب وانت لوحدك. هنا مش شجاعه ان انت تتصدر له، ما هيضربوك وكل واحد منهم مطلع لك سنجه. فمش من الشجاعه ان انت تقف او تدخل عليهم بصدر مفتوح. محمد وفا شاف في عينيهم الغدر، وخاصة انهم ماسكين السواطير وبيجروا عليه او السنج، راح جري من على الكوبري. جري راح فين؟ ما لقاش غير بيت ربنا. طبعا خلي بالك، اللي بيدخل بيت ربنا بقى في ذمة الله. زي بالظبط انا لما اكون فاتح باب شقتي وواحد يدخل، ما ينفعش واحد بيلجأ ليا وبيهرب عندي، ما ينفعش حد يدخل يموته ببيتي، ده عيبه كبيره، ده مصيبه، يبقى انا مش راجل. واحد انا فتحت له بيتي، او واحد دخل قاعد عندي جوه وقال لي احميني احميني في ناس هتموتني، ما ينفعش 2 يدخل، لا ده خلاص بقى في ذمتي. فما بالك بقى دخل بيت ربنا، الجامع الكبير بتاع قريه 100 عاصم، الجامع الكبير بتاع البلد كلها، جامع. المفترض بيت ربنا ايدي تتشل، رجلي تتشل، ما ينفعش ادخل وراه المسجد. ده احتمى بربنا، احتمى ببيت ربنا، دخل بيت ربنا، يعني خلاص مش مهم هو، مش مهم محمد وفا، تعمل حساب لربكم، لرب محمد وفا وربكم انتم. لا، الكبارة البلطجة دخلوا وراه الجامع، يقولوا احنا ببيت ربنا، احنا ببيت ربنا، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه. للاسف جوه المسجد على سجادة الصلاة وراحوا نحرينه، نحروا الشاب ده محمد وفا اللي عنده 36 سنة، وطلعوا فرحانين بدمه. ليه؟ هو قتل لكم حد؟ كل ده خلاف على ترمبة ميه؟ طب ما هو جاي قال انا من الصلح واللي انتوا عايزينه. الجبروت تقتلوه جوه الجامع الكبير بتاع القرية 100 عاصم. طبعا الشرطه جت، امه الله يصبرها، العيال الاتنين هربوا. مين يا حاجه اللي عمل في ابني كده؟ قالت محمد وامير، خلافات من 5 سنين على ترمبة ميه، غرفه لموتور ميه، وابني سافر وساب لهم البلد. كان في اكيد قامت خناقه ولا بتاع عادي يعني، لكن لا حد مات ولا حد اتقتل. تستنوه على الكوبري اول ما رجع وتموتوه جوه الجامع؟ جوه الجامع ده انتوا جبابره. ده الواحد بيخاف يدخل الجامع وفي جيبه قصاف، عيب. ادخل بيت ربنا ومعايا سنجه، معايا سكينه، ما ينفعش. ده امين الشرطه او الضابط او لما يدخلوا الجامع بيخلعوا السلاح او الآلي يحطوه قدامهم عشان ما يقفوش بيه بين ايدين ربنا، احتراما للذات الالهيه وللمكان. قوم انتوا تدخلوا بسنج تموتوا الشاب جوه المسجد وهو بيقول لكم صلوا على النبي، احنا ببيت ربنا، احنا ببيت ربنا، صلوا على النبي، صلوا على النبي. طب يا راجل قال لكم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي، خدوه واطلعوا بره، خدوه واطلعوا بره. البلد طبعا من قرية 100 عاصم، كل البلد طبعا مستاءة جدا، لأنها ناس طيبين جدا، ناس مسالمين جدا، عائلات محترمة، مستائين من اللي حصل للشاب محمد وفا اللي جاي عشان يتم خطوبته يتعمل فيه كده، وهو جنح للسلم وبعت لهم بدل المرسال 10 نبدأ صفحة جديدة واللي انتوا عايزينه. لكن للأسف الاتنين ما زالوا هاربين، محمد وأمير، لكن هيروحوا فين؟ الشرطة هتجيبهم وهيمثلوا الجريمة والبلد شاهدة عليهم. لكن هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكر.